سفر الأمثال قال عن المرأة الفاضلة إن لبسها العز والبهاء وإنها تضحك على الزمان الآتي. أهلا بكم في حلقة جديدة. بحب أفكركم في البداية بإيميلنا وتليفوناتنا اللي هتظهر قدامكم على الشاشة في انتظار مراسلاتكم وكل اقتراحاتكم. وتعالوا نروح لأول فقرة من فقراتنا النهاردة، وهي الشخصية النسائية. شخصيتنا النهاردة خفيفة الظل والروح، أما جمالها فجمال طبيعي مش جمال مصنوع. واثقة في نفسها جدا وما عندهاش شيء ميؤوس، ليها أحلامها وأهدافها حتى لو عندها من الأعوام 60، ومحافظة على جمالها ورشاقتها وصحتها لأن أكلها بالكيل المعقول. ده حتى كمان حركتها زي النحلة تتنقل من غصن لغصن وتمنح الدفء والحب لكل الأسرة والقرب، وبكده بتضحك على الزمن الآتي باتكالها على رب الكل. تعالوا نروح لفاصل صغير ونرجع نقول مين شخصيتنا النهارده. خليكم معانا. أهلا بكم مرة تانية. وشخصيتنا النهاردة هي شخصية كل امرأة تحب الحياة وتحافظ على جمالها ورشاقتها وصحتها، وهو دوت موضوعنا النهاردة. هنتكلم معاكم النهاردة عن جمال المرأة حتى بعد سن ال40. ولأن كلامنا النهاردة عن الجمال كان لازم كمان ضيفتنا تكون نموذج للجمال. تعالوا نرحب بضيفتي وضيفتكم دكتورة منى رضا ميس. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا ماجدة. دكتور، في البداية طبعا عايزة أتكلم وابتدي مع حضرتك إن كل امرأة ليها حلم إنها تفضل جميلة على طول حتى آخر يوم في عمرها، وليها حلم تاني إن عمرها يقف يعني ما بين 18 ل 25 بالكتير قوي. فلما بنيجي نسمع عن سن ال40 بيحصل نوع من الخوف والرهبة. يا ترى إيه السبب وإيه موضوع سن ال40؟ ما نقدرش نقول بالظبط هو سن ال40، لكن نقدر نقول منتصف الأربعينات للخمسينات كده. الست من أول السن ده بيبتدي يحصل فيها تغيرات فسيولوجية، حاجات طبيعية بتتغير في جسمها. الهرمونات بتبتدي تتغير، الإفراز والكم بتاعها بيتغير، وده بيرجع تاني على المظهر الخارجي للمرأة. لو هي مش حريصة واخدة بالها يبتدي التغيرات دي تنعكس عليها بشكل سلبي. بتبقى متوجسة، يعني كل ما بتحس بحاجة بتتغير فيها تبتدي تراقب وهي متوجسة. ممكن دوت لو واحدة تبتدي تخش في توتر، نوع من التوتر والقلق. ايه اللي هيكون؟ يا ترى شكلي هيكون ايه؟ ده ممكن ينعكس ده بالسلب. بالظبط. هي التوتر بيخليها نفسيتها ومزاجها مش مظبوط، والفترة دي بتبقى ليها سمة ان المزاج بيبقى متقلب. يعني الست بتبقى مزاجها متقلب، شوية مودها كويس وشوية تبقى متوترة، مش عارفة ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيكون. ومع التغيرات الفسيولوجية تبتدي سمات تظهر على هيئتها، زيادة في الوزن، والزيادة في الوزن دي بتبقى معاها زيادة في أماكن مختلفة ما كانتش قبل كده. يعني الحاجة اللي بنسمعها من ستات كتير تقول إيه؟ أنا وزني بيزيد لكن أنا ما كانش عمر عندي بطن، أنا ابتدى يظهر عندي بطن. التغيرات الهرمونات اللي بتحصل بتخلي فيه احتباس في المية في الجسم في منطقة البطن ومنطقة الثدي، فتحس إن تضاريس جسمها بتختلف، تبتدي تتوتر، تبتدي تغير عاداتها الغذائيه. تقول ايه؟ انا ما كنتش بحب الحلو بقيت باكل شوكولاته. هي حاسه ان الشوكولاته بتحسن المود بتاعها، تاكل حلو يحسن المود بتاعها. كل ده بيدخلها في زياده وزن اكتر. مع التغيرات اللي بتجرى وبدايه بقى ظهور تجاعيد، تلاقي الست تبص يا ترى في هنا هوت الخط ده ما كانش موجود، انا ابتدى يظهر خط هنا هوت. كل الحاجات ديت بتاثر بالسلب. فاحنا بنقول لكل ست لا، لازم نقف ولازم ندخل السن ده بطريقه مختلفه، نحاول نستعد له من البدايه. بالظبط كده. طب من بدايه الاستعداد بقى، طبعا يعني احنا بعيد عن كلنا بعيد عن سن ال40 خالص يعني، بس من باب العلم بالشيء هنحاول ان احنا نتعرف على يعني او نستعد للسن دوت يعني. على عكس ما انت بتقولي بقى يا ماجده، بالعكس سن ال40 وما فوق ال40 انا بعتبره سن نضوج المراه. ده سن الست بتتمتع بمرحله جديده في عمرها، ولو هي اخذته من المنطلق ده عمرها ما هتحس انها كبرت. لانها ادت وظيفتها، بتجني ثمر وحصاد اللي هي عملته. تشوف ولادها كبروا بتفرح بيهم، ان كان بيبقى فيه فرصه ان ربنا يديها احفاد تتمتع بيهم. مرحله ليها بهجه وحصاد، يعني بتشوفي تعبك، بتشوفي الولاد اللي كبروا واللي بقوا في جواز، وجيل جديد طلع وحاجه جميله وثمر جديد ظهر. لو الست اخذتها من المنطلق ده وابتدت تهيئ نفسها انها مقبله على المرحله دي بمنتهى السعاده
مودها يبقى مختلف، اعتقد انها تحس انها ما كبرتش. اعتقد اللي انتوا قلتوا لنا دوت استعداد نفسي بقى، يعني ان احنا نستعد، ده أكيد. نستعد نفسيا ليه، ان احنا نحس ان المرحله دي مرحله استمتاع ونضوج كامل للمرأة اللي عملت وشقيت تعبت كل السنين وربت، انها تشعر انها بتعيش الفتره اللي جايه لنفسها، انها بتتمتع، انها تشوف ولادها كبروا مش محتاجين لها زي ما كانوا زمان صغيرين، تبتدي تتمتع بيهم، تتمتع باولادهم، ببقيه حياتها وعمرها. المشكله يا دكتور ان احنا مجتمعنا الشرقي دايما بيدي ان مرحله سن ال40 دي خلاص يعني العمر يبدا يتناقص، وان المراه بتفقد نوعا ما جاذبيتها ونوع يعني شويه من انوثتها، فالمراه بتبقى خايفه يعني ان هي تفقد جاذبيتها، فدوت متهيألي اللي هو بيبقى عامل لها قلق نفسي يعني. هي مهم انها تتهيئ نفسيا وتتهيئ عمليا، ما عشان ما تدخلش في المرحله دي تبقى مهيئه نفسيا، والجمال بيطلع دايما من جوه والشباب بيطلع من جوه. بنشوف ياما ناس كبار في السن لكن كلهم شباب ورافضين ان هم يكونوا كبار. يعني مش فكره ان انا رافضه ان انا اقول لا، مش فكره ان انا اقول انا مش 40 ولا انا 50 سنه، لا مش عيب ان انا اكون 50 سنه، لكن العيب ان انا اكون عايشه ال50 سنه وال60 سنه بروح العجز ورفض الحياه وكاني خلاص، هو ده الغلط. لكن لو الواحد حتى دخل في المرحله دي وهو شاعر من جواه ان هو لا يزال قادر على العطاء والحب والدفء، وان هو بيعيش مرحلة ربنا يجعلها ثمر كمان أكتر، يمكن كان في وقت مع أسرته وبيته الخدمة تكتر، الوقت اللي بيديه ربنا يكتر، الوقت اللي بيديه للآخرين يكتر، لأنه ابتدى يتفرغ أكتر، الولاد اتجوزوا، البيت فدي، بقى هو عنده وقت أكتر، بدل ما يقضيه في اكتئاب ولا في قعدة بيت وغيره، لا يبقى وقت مثمر. ويتهيأ ليه داخليا بأن هو من بدري الست بننصحها أنها تبقى عندها تقتني عادات سليمة ليها ولأسرتها، لأن التغذية السليمة ما بتفرقش، يعني مش هقول مثلا هأكل الطفل كذا والكبير هياكل كذا مختلف، لا، السليم سليم من الكل. يعني لما بنقول للست عشان تحافظي على بشرتك ونضارتك ابتدي تعودي من بدري على المية، من 6 ل8 أكواب مية في اليوم مهمة. ستات كتير بقابلها تقول لي ما بعرفش أشرب مية، إزاي؟ هي ما بتشربش غير الشاي والقهوة، مع إن المرحلة ديت ممكن تتعرض فيها الست للهبات الحارة. يعني بتقول لك الشكوى اللي بسمعها من ستات كتير تقول صهدة وزهقة وعرق بيكب، وتبقى في نص الليل تصحى تزق الغطا من الحر والصهد، دي اسمها ومضات حر بتيجي للست بعد انقطاع الدورة. لو الست مهيئة وعارفة ازاي انها بتشرب مية كويس، بتاكل خضروات وفواكه بكمية كويسة، ما بتشربش كافيين بكمية كبيرة، قهوة وشاي وكولا والمواد دي كلها، هتقل عندها نسبة الومضات الحر. الفاكهة الطازة زي التفاح على وجه الخصوص، الصويا ومنتجاتها بتساعد على تقليل حتة الهبات الحارة اللي بتحصل للست في السن ده. هو بصراحه فعلا انا كنت لسه هسال حضرتك على يعني اكيد في انواع من الاغذيه مهم جدا ان احنا نكثر منها بدري، هي ممكن تساعدنا يعني تقل اعراض الشيخوخه او كلها. يعني حتى للجلد، صحه الجلد، احنا بنقول فاكهه وخضروات، فاكهه والخضار لصحه البشره، لصحه الشعر، للتجاعيد. يعني الست بتشكي مثلا قلنا من الهبات الحر، بتشكي كمان من التجاعيد، بتبقى خايفه ان يظهر على بشرتها على وشها الخطوط وخطوط الايدجنج والايدجنج سبوتس اللي هي البقع اللي بتبين السن وغيره، والتغيرات اللي بتحصل في جلدها نتيجه طبيعي للشمس والملوثات اللي احنا بنتعرض لها مدى الحياه وغيره. في وقت بتبتدي مع الهرمونات اللي بتقل الجلد بيتاثر. لكن لو انا باخد مضادات اكسده في الفاكهه والخضروات بكميه كويسه جدا، بقلل من السكريات واستبدلها بالفواكه الطبيعيه، الدهون الغلط اللي هي في البانيه والمقلي والمحشي والحاجات الدسمه دهيت، دي كلها بتاثر بالسلب مش بالايجاب. ابدلها بالزيوت النباتيه الصحيه هتديني قيمه جيده. فيتامين سي مهم قوي، يعني بنقول لكل ست البرتقال والفواكه الحمضيه والجوافه والكنتالوب والفراوله كل دي غنيه بفيتامين سي، وغنيه بفيتامين اي، وغنيه بمضادات الاكسده، كل دي لصحه الجلد والبشره والتجاعيد ما تظهرش بسهوله. دكتور، طب بنسمع على موضوع فول الصويا وان هو مهم جدا للجسم. مظبوط، فول الصويا كله، يعني لو نبص فول الصويا ده اولا في كتير قوي ما يعرفوش فول الصويا ده بيبقى شكله ايه او زي ايه، قريب من اللي احنا نعرفه. الفول شبيه لحجم الترميسه كده وشبه للفول. هو مش منتشر عندنا في مصر، لكن هو احنا تعرفنا عليه من الشرق الاقصى،
من الصين، وهم اللي عندهم منتشر اكتر الاطعمه الغنيه بفول الصويا. لكن هو دلوقتي بقى عالميا موجود، وموجود منه بيصنعوا منه لبن الصويا، بيصنعوا منه اطعمه اسمها التوفو دي كلها مصنعه من الصويا، ويعملوا منها زي جميع البروتينات على اشكالها، وبيدوها النكهات وتبقى كانها الاسماك والجمبري وغيره. جبنه من الصويا ده متوفر في احنا عندنا هو بنعمل في الصيام الهمبرجر اللي معمول من فول الصويا. موجود ومفيد جدا، يعني هو قيمة كبروتين نباتي قيم جدا، بيدينا قيمة جيدة من البروتينات اللي مهمة جدا لتجديد الخلايا، لبناء الجسم. مهم قوي ان انا بكون باخد قدر من البروتين الجيد. تاني حاجة ان هو بيقلل الكوليسترول، يعني معروف جدا. كنت في مؤتمر وكانوا بيقولوا ان في خطه اسمها خطه بورتفوليو لتقليل الكوليسترول في الدم عن طريق ادخال اطعمه غنيه بفول الصويا والمكسرات زي اللوز والزيوت النباتيه والخضروات والفواكه الغنيه بالالياف، بتقلل الكوليسترول بنسبه 13%، يعني نسبه جيده. طيب يعني انا لما بدخل الصويا في اكلي بقلل الكوليسترول. طبعا احنا بنقول الست بعد سن ال40 وانقطاع الدوره بتتعرض لامراض القلب والشرايين وارتفاع دهون الدم وكل الامراض اللي هي كانت محميه بيها بالهرمونات بتاعتها. فتستعد للفتره دي انها تدخل الاكل الصحي. الصويا بيدي استروجين نباتي اللي هو بيعوضها عن فقد الاستروجين الهرمونات بتاعتها، وبيساعد على تقليل الهبات الحاره، فبيقلل من الاعراض اللي بتتعرض لها. ففول الصويا كمان بنعمله اللبن اللي هو في الصيامات بناخده، اللي هو غني بالكالسيوم، بيبقى لبن من مصدر نباتي وبيعوضنا عن نقص الكالسيوم اللي هو بيحصل من قله شرب اللبن. يعني دلوقتي نعتمد اكتر على منتجات فول الصويا، والاسماك اعتقد برضك بيبقى ليها درجه من طبعا الاهميه ممتازه، لانها غنيه بالاوميجا 3. يعني من ضمن الستات تشتكي في الوقت دوت ان تقول لك انا باين جالي الالزهايمر، انا بقيت انسى، ما بقيتش افتكر زي الاول. التركيز والذاكره والعمل المخ بتاعنا محتاج جدا الغذاء الجيد. بيتاثر طبعا بالعمر، وبيتاثر بتغيرات المراحل المختلفه من عمرنا، وكمان محتاج الغذاء الكويس اللي يحافظ على وظيفه المخ الجيده. السمك غني بالاوميجا 3، ومش بنقول كل السمك لكن كل الانواع، بس بالذات اللي هو الماكريل والسردين والسلمون، وده يعني موجود ومتوفر في كل بيوتنا. بنقول كمان اني موجود في عين الجمل، موجود في الرجلة، في زيت الحار اللي هو زيت بذرة الكتان، فممكن ناخده بكل الطرق. لو انا حافظت على مضادات الاكسده اللي موجوده قوي في الخضروات والفاكهه، انا حميت مخي والذاكره بتاعتي. بنقول التريض والرياضه اللي هي مطلوبه لكل ست، دي بتساعد على انها تحافظ على وظيفه المخ، بتساعد انها تحافظ على صحه الجسم، على صحه القلب، على الترهلات، لانها كل ما كانت كتله العضل بتاعتها مظبوطه وما بتقلش، لان ده بيحصل طبيعي ان كتله العضلات بتقل بالسن. لو هي بتتريض بطريقه منتظمه هتساعد انها كتله العضل تفضل كويسه، فبالتالي الجلد ما يترهلش بسهوله وتبتدي تشتكي منه. وتاني حاجه ما تزيدش في الوزن بطريقه عشوائيه، يعني ستات كتير بيزيدوا بالكيلو ونص كل سنه، وفي ناس بتطلع 10 كيلو في السنه الواحده من بعد السن ده. طبعا لا ممكن تنزل طبعا، لا بس من غير لو عملت بقى شك ريجيم بقى لازم ريجيم طبعا وتنظيم اكل، فلازم نأهل نفسنا من بدري للنقطه دي. طب دكتور، بنسمع برضك على الشاي الاخضر مهم جدا، ايه فوائد الشاي الاخضر؟ لازم الكل يعرف ان الشاي الاخضر هو الشاي الاحمر من نفس الاوراق بتاعه الشاي الاحمر، بس الشاي الاخضر من الاوراق وهي لسه فريش، يعني ما حصلهاش عمليه تاكسد او تخمر وبقت بتدينا الشاي الاحمر او الشاي الاسود اللي احنا معتادين عليه اكتر، فبيبقى لسه زي ما بيقولوا بخيره، غني بمضادات الاكسده اللي هي الكاتشنز والابيكاتشنز اللي موجوده فيه، ودي بتبقى مهمه قوي لانها بتحافظ على دهون الدم، ما بتسمحش بان يعني بتقلل الكوليسترول، بتقلل الدهون الضاره، فبتحافظ على صحه القلب. الكاتشنز اللي موجود في الشاي الاخضر كمان بتعمل كمضادات اكسده ضد التجاعيد. جميل، هو ده مهم قوي، دي مهمه جدا طبعا. فبنقول ان ممكن قوي كل ست تحرص انها مش تاخده كأقراص،
لكن لو الشاي اخدته العادي؟ كشاي واخدت مثلا مره كوبايتين مثلا في اليوم ولا كوبايتين في اليوم يبقى كوبايتين؟ حلو جدا، يعني على الاقصى 4 كوبايات، لكن مش 10 كوبايات وناس هو تشربه. لو زاد بيبقى في ما هو في مشكله؟ نسبة كافيين وهو زي الشاي الأحمر، فكتره ممكن يسبب إمساك، ممكن يقلل من امتصاص الحديد لو باخده بعد الأكل مباشرة، ممكن يعمل أرق، ودي برضو شكوى بتشتكي بيها الستات في السن ده، تقول لك ما بقتش أنام، عندي قلق. حتى كان طلع راس الميلاتونين ده هرمون النوم واشتهرت قوي، لكن الميلاتونين ده موجود طبيعي، الجسم بتاعنا بيفرزه. فلو أخذنا الأكل اللي بيساعد على تكوين الميلاتونين اللي هو التريبتوفان، حمض أميني موجود في أطعمة كتيرة، ناخده في موز باللبن، في البابونج، في العسل، في التين، في الحبوب الكاملة، في العدس، في الرز، في التونة، ناخد الوجبة دي بتاعت بالليل عشوة خفيفة، نقلل من الكافيين اللي بناخده، هنحافظ على الصحة وهنحافظ على ان ننام بسهولة، ما يبقاش فيه أرق. دكتور، طبعا زي ما حضرتك قلت لنا ان الجلد بيبدا يختلف بعد السن دوت وبتقل سمكته. احنا طبعا عايزين نعرف اكتر عن ان احنا ازاي نعتني بيه وايه اللي بيحصل، بس هنستاذن حضرتك نروح لفاصل صغير نرجع نكمل، خليكم معانا. ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل. والدراسات اللي كنا بنتكلم عليها ان الجلد بتبدأ تقل سماكته بعد السن دوت نتيجة نقص نشاط الغدد اللي بتفرز المادة المرطبة للجلد، وبالتالي بيؤدي لنقص الاستبدال الطبيعي للخلايا التالفة، وبالتالي الجلد بيبدأ تقل سماكته. وهناك ايضا ما بتظهر بقع ما تسمى بقع العمر. يعني عايزين نعرف بس ايه اللي بيحصل في الجلد، وعايزين نعرف كمان ازاي ان احنا نهتم بيه من قبلها علشان نتفادى دوت. هي من غير شك ان في المرحله دهيت نقص الهرمونات والتغيرات اللي بتحصل الفسيولوجيه في هرمونات السيده المسؤوله عن كل الجلد والنضاره بتاعتها بتتاثر، كل ده بيأثر عليها. لكن ازاي انها تحافظ وتقاوم ده لازم عن طريق تغذيه سليمه، مش بس تغذيه سليمه. بنقول للستات اللي بتتعرض للشمس لوقت طويل، الشمس من الحاجات اللي اكتر حاجه ممكن تاثر على البشره، واشعه الشمس المباشره مش معنى كده ان احنا ما نتعرضش للشمس، ده الشمس مهمه، لكن مش هنتعرض لوقت طويل. مش الشمس بتاعت الظهريه في الذروه بتاعتها والحر الجامد، لكن شمس بدري وشمس الغروب هي اللي كويسه. لكن شمس اللي هي في عز النهار الظهريه شمس مضرة جدا بصحة البشرة وبصحة الجلد، وبتؤدي لظهور التجاعيد وبتأثر على الايجينج سبوتس أكتر، وبتظهر عليها النمش وتغيير في بقع في الجلد، ومضرة جدا. فبنقول لكل سيدة لا ابعدي عن الشمس، خليكي شمس بدري، ممكن تتعرضي لشمس بعد الظهرية، دي مفيدة لعظمك بفيتامين د، لكن شمس الظهر دي نبعد عنها. نبعد عن الملوثات، يعني مهم قوي ان انا احرص ان انا ابعد عن الحاجات اللي بنسميها ملوثات بيئيه موجوده، لان دي برضو بتاثر على صحه البشره والجلد. الصابون اللي مش كويس، الكريمات العشوائيه اللي كل ست وكل بنت ممكن تجيبها وتستعملها، دي بتاثر. لكن بنقول ايه، انا هحرص على الترطيب الداخلي، يعني دايما بنقول التغذيه بتبتدي من جوه مش من بره. انا هتعلم اشرب الميه وارطب بشرتي من جوه، لان كل دي بتدي زي الخليه ما بتفقدش الميه والسوائل بتاعتها، فبتبقى ممتلئه وكامله الفولنس بتاعها، فبتبقى شكلها جميل. لكن لما بتنشف وما بيبقاش فيها ميه بتبتدي تنشف وتكرمش وتبقى عرضه اكتر لظهور تجاعيد والسن عليها. مش بس الميه، لكن بنقول فيتامين ألف وفيتامين سي وفيتامين اي والزنك والسيلينيوم مهمين. طب دول نلاقيهم فين؟ فيتامين ألف، أو نقدر نقول بوجه عام أنا ههتم بأكل إيه؟ ألف معروف إن هو موجود منه مصادر نباتية زي الخضروات اللي متلونة بالأصفر، زي الجزر، زي الفلفل الملون زي بالأصفر وألوانه المختلفة، موجود في الفواكه زي الكنتالوب، موجود في الفواكه اللي متلونة بالأصفر برضو، موجود في المشمش، موجود في الخوخ، موجود في الجوافة، موجود كمان في البقدونس، والبقدونس غني بفيتامين سي كمان، وغني بالزنك وغني بالسيلينيوم. فكل الحاجات دهيت موجوده في اطعمه مختلفه، لكن
في اكتر من طعام موجود فيه كل حاجه. كمان الفيتامين اي موجود في الزيوت النباتيه، فيتامين اي موجود في المكسرات، في الورقيات الخضراء، الطعام اللي ورقه اخضر او الاخضر الغامق. فانا ممكن لما اهتم بالاطعمه دي جوه اكلي اخدت فيتامين اي مهم جدا. فيتامين سي قلنا موجود في الحمضيات اللي هي زي الليمون والبرتقال والجريب فروت، موجود في الجوافه، موجود في الكنتالوب، في الكيوي بوفره. يعني لو حرصت ان ده بيكون من ضمن الاكل بتاعي، وفي البقدونس انا اخدت كميه من فيتامين سي كويسه. فيتامين سي اعلى مضاد اكسده، مهم جدا. ومضادات الاكسده مهمه للبشره ليه؟ لانها بتساعد على تجديد خلايا البشره، بتحميها من التجاعيد، بتحميها من اثار الضاره من ملوثات البيئه واشعه الشمس والاكل الغلط اللي احنا بناكله اللي بيأثر على بشرتنا بالسلب. ههتم بالزنك. الزنك موجود في صفار البيض، موجود في المحار وفي الاسماك، موجود في الكبده، موجود في اللحوم الحمراء، موجود في الخضروات الورقيه الغامقه، موجود في المكسرات. فانا لما اخد التوليفه والتنويع في اكلي وبالذات المصادر الجيده منه، انا هاخد كل احتياجي. انا هاخد طبق سلطه متلون بالالوان الكتيره بتاعته، هاخد الاصفر والبرتقاني والاخضر والاحمر وكل الالوان ربنا خلقها كلها، وكلها مهمه جدا ومفيده جدا. هاخد جنبيه بروتينات. البروتينات مهمه جدا للبشره، لان اي عضو في اعضاء الجسم بيتجدد وبيتكسر بسرعه، عايز اطعمه البناء اللي بتغير. فانا باخد البروتينات بكميه كويسه، واختارها بروتينات جيده ان كانت من مصادر نباتيه او من مصادر حيوانيه، يعني الفول والعدس والبقول. كمان دي كلها اطعمه واقيه من السرطانات والتغيرات والتحورات اللي بتحصل في الجسم مع الوقت، فبتبقى حمايه يعني من كل بترفع المناعه كمان. دكتور، طبعا بشرتنا هي المرآة اللي بتعكس جمالنا. طبعا احنا بنسمع بقى يعني في دلوقتي مطروح في الاسواق كتير قوي من الكريمات، بنسمع مثلا هو ماده الكولاجين اللي بتقلل التجاعيد وتمنع اعراض الشيخوخه عن البشره. عايزين نعرف يعني دي فعلا هي حاجات حقيقيه ولا مش صح؟ لا طبعا الكريمات، في كريمات جيدة جدا وفي كريمات كويسة، بس الصح ان انا ما استعملش اي حاجة غير بعد استشارة حد متخصص. يعني زي مثلا دكتور جلدية، ايه اللي يناسبني، ايه الافضل، علشان اوقات الكريمات دي ممكن تأثر بتأثير سلبي. ازاي اعمل مساج للبشرة بتاعتي؟ يعني دايما بنقول من تحت لفوق، يعني بطلع كده بالمساج، وعند خدودي بعمل استدارة، عند حواجبي بشدها كده هوت، حوالين العين سيركلر كده بالدائري. فلو ست مسكت تدعك وشها بالغلط، ممكن ده الطريقة الغلط ممكن تعمل ضرر. ممكن لو بتستعمل كريم غلط يعمل لها حساسية في بشرتها، ممكن يعمل لها اي بطش في وشها او اي لون غير مرغوب فيه. فلازم اي ما تستعمل اي كريم، مش كل ما حاجه تطلع تبتدي تقول تفكر فيها. لازم تكون حاجه اسم موثوق فيها وشركه موثوق فيها، وتكون الماده يعني حاجه مضمونه علشان ما تعانيش من اي مشكله تسبب لها اضرار في بشرتها. هي ترجع للدكتور الاول، لكن طبعا هي فعلا الماده دي فعلا انها بتقلل الاعراض دي؟ طبعا اكيد. يعني في كريمات كتيره بتبقى غنيه بفيتامين اي وفيتامين سي، زي ما قلنا انا هحطها من بره، لكن مهم ان انا ادخلها من الداخل طبعا، لان التغذيه فعلا هي بتبقى من جوه اكتر. لكن برضو ما فيش مانع ان انا استعمل حاجات كويسه ومرطبه لبشرتي من وقت للتاني، لاني لازم احط كريم واقي من اشعه الشمس. لو انا هتعرض مثلا رايحه في مصيف واقعد على البحر، بالظبط كده، اللي هي الكريمات الواقيه من الشمس هحطها عشان احمي بشرتي. لو انا عندي مواد طبيعيه ممكن اعمل قناع من الزبادي بيرطب لو انا بشرتي دهنيه، لانه لو هي بشرتي مثلا حساسه اكتر هشوف احط مثلا على عينيا قناع من الخيار، هحط قناع من العسل. حسب نوع البشره ممكن استعمل الاقنعه اللي انا احطها من مواد طبيعيه، او لو انا حبيت اجيب كريمات واحطها لازم تكون تحت استشاره طبيب، ولازم تكون بتناسب، واحطها الاول على جزء صغير من بشرتي. لو عملت تهيج في البشره يبقى دي بتعمل لي انا حساسيه، فما استعملهاش. دكتور، في كمان كريمات تقشير، دي برضك لازم يعني لازم نسال الدكتور فيها، ولا يعني برضك احنا ممكن نستخدمها عادي؟ حسب طبعا الاحتياج. يعني لو بنقول الست دايما بعد عمر الاربعينات والخمسينات بتبقى محتاجه لكريمات التقشير. الهدف منها ايه بقى التقشير؟ تجديد الخلايا. هي بتبقى البشره عايزه تتجدد باستمرار، لكن مش بعشوائيه، مش كل شويه استعملها، لانها ممكن تؤدي لان الجلد يتعب اكتر ويجهد اكتر من ان هو يبقى المظهر حلو. يعني ممكن في اول استعمالها احس انها كويسه جدا، بس مع التكرار العشوائي الغلط
طب المفروض تعمل نستخدمها ضرر. كل قد ايه؟ حسب ما هيرشد الدكتور وحسب البشره، يعني في بشره بتبقى محتاجه انها من وقت للتاني نعمل عمليه تقشير خفيفه لو هي بكريم خفيف، وفي تقشير اللي هو بالكيميكال البيلينج الجامد اللي هو بيبقى عن طريق طبيب التجميل. دي حاجه ودي لا، احنا حاجه، خلينا في الحاجات اللي هي اخصائي جلديه لا. علشان يعمل الحاجه المناسبه اللي ما تضرش بصحه الجلد. لاني اوقات بتيجي تقول هجيب اعلى حاجه من السان بلوك او الكريمات اللي هي واقيه من الشمس، وتكون الماده بتاعتها يعني عاليه قوي وفعاله قوي على بشرتها، فممكن هي اللي تتعب بشرتها مش الشمس. طبعا حضرتك اللي قلته لنا الكلام ده رائع جدا، والاستعدادات الرائعه دي كلها جميله، بس يا ترى هنبتدي من سن امتى؟ دوت اللي هنعرفه معاكم بعد الفاصل، خليكم معانا. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ودلوقتي جه ميعاد ان احنا ازاي نبتدي نكمل الكلام ده كله، ونبتدي من سن امتى يا دكتور نعمله؟ من اول يوم في حياتنا، وعلى قد ما نقدر نكون بنهتم بالاكل السليم وبالاسلوب السليم في حياتنا وبالطريقه الصحيه في حياتنا. كل ما كان الواحد بيعمل الحاجات دهيت بدري، كل ما كان بيحافظ على عمر جسمه وعمر خلايا جسمه وعمره بطريقه سليمه. كل ما نبتدي بدري كل ما كان بدري افضل. يعني لما انا اكون بحافظ على طريقه تغذيه سليمه هتبقى دي جزء من حياتي، مش بغير. يعني مش معقول اكون عايشه حياتي باكل الجانك فود والاكل السريع والحلويات والسكريات وما بعملش رياضه وقاعده طول النهار قدام الكمبيوتر او غيره وما بتحركش، ومره واحده هاجي عند سن ال40 اللي هو الانسان بيبقى خلاص التغيير فيه ما هواش سهل وابتدي اغير. لكن الافضل ان انا من بدري ابتدي احط ده في ولادي. يعني ككل ام بتسمع انها تبتدي تعلم ولادها الطريقه السليمه. هنعمل رياضه، هنتعلم ازاي نتحرك صح، هنتعلم ناكل بطريقه سليمه، هنحط من اكلنا لازم الكالسيوم، الزبادي، اللبن لكل ولادنا، هنتعلم ناكل الاكل اللي هو فيه مضادات اكسده، الخضروات والفواكه بطريقه سليمه، هنتعلم نبعد عن الاطعمه المحفوظه والاطعمه اللي هي الدليفري والفاست فود، واكل ولادي اكل صحي. هحط النموذج السليم، هعلم البنات والولاد ازاي ان هم ما يقعدوش في الشمس وقت طويل ويتعرضوا بطريقه غلط للشمس، الملوثات والحاجات اللي بنتعرض لها غلط ابتدي اتعلم اطلع في الهواء السليم النقي والتريض في هواء سليم. المكيفات والكولا اللي بنشربها بطريقه والمياه الغازيه اللي بتتشرب مع اولادنا بطريقه غلط وحتى الكبار بيشربوها غلط، نتعلم ازاي نبقى عندنا في كل حاجه طريقه سليمه ومنضبطه في اللي احنا بنستهلكه. لو احنا خدنا ده من بدري اكيد هتبقى صحتنا احسن وجمالنا احلى وجمالنا احلى من غير شك. يا دكتور دلوقتي جينا لفقره يوم في حياتي، معانا موقف درامي هنشوفه مع حضرتك دلوقتي ونرجع نعلق عليه. ايه ده؟ انا وشي ماله عامل كده ليه؟ لا لا لا، ده انا شكلي عايزه عمليه تاني. ساره ركزي معايا، سيبك من الاكل ده شويه. ايه رايك يا ساره؟ شايفه مناخيري معوجه شويه؟ لا هتشغل من شويه. يا ساره بتكلم بجد. بما انك انت لسه مهووسه بالموضوع دوت. يا بنتي طبعا لازم الواحد يحافظ على شكلها عشان تبقي حلوه على طول. حلوه ايه بتاع ايه الكلام الفاضي ده؟ الحلاوه دي حلوه بس لو عايزه تبقى بالبندق. ما تبطلي اكل شويه يا بنتي، انت مش خايفه تتخني؟ يا بنتي ربنا خلقنا على احسن صوره، احسن صوره. وبعدين انت مش محتاجه كل اللي بتعمليه ده جنان ايه ده يا ربي؟ انت بتفكريني بجوزي وكلامه. يا ربي راحت فين النمره اللي كنت كاتباها هنا؟ هو انا كل ما اخرج واجي الاقيكي قاعده نفس القعده دي بقت حاجه تزهق. ثواني بس بشوف نمره الدكتور التجميل. انا خلاص ما بقتش قادر استحمل كل المصاريف دي على دكتور التجميل. حرام عليكي، انا مش عارف انت ناقصك ايه ده كله يعني. انا مش عارف انت زعلان ليه؟ واحد غيرك كان يفرح ان مراته مهتميه بنفسها. كل الرجاله اللي في الدنيا بتتمنى ان مراتاتهم تهتم بنفسها. افرح بايه؟ افرح انك مضيعه وقتك وفلوسك ومجهودك على كلام فارغ. ولادك محتاجين لك اكتر من كده. نعم ولادي؟ مالهم ولادي بقى ان شاء الله؟ ما هم زي الفل. انا نفسي بس تفهمي حاجه واحده، ان ربنا خلقنا على احسن صوره، وانت بالنسبه لي احسن حد في الدنيا، فبقى مش طالبه بقى كل اللي انت بتعمليه ده. انت يا بنتي سرحانه في ايه؟ خضتيني.
افتكرت حاجه كده. المهم بس خليكي معايا، سيبك من الاكل ده. نعم. ايه رايك انفخ خدودي شويه ولا اصغر مناخيري؟ لا انفخ مناخيرك. يا ساره انا بتكلم بجد، ده انا عرفت حته دكتور تجميل انما ايه تحفه. تصدقيني احجز لك معايا ونروح مع بعض. زي ما انت ما فيش فيكي فايده، زي ما انت لاسعه. دكتور طبعا زي ما حضرتك شفت الموقف اللي معانا، الزوجه المهووسه بجمالها، وحتى لو هي كانت حتى ملامحها جميله ومش محتاجه، لكنها عندها دايما رغبه ان هي تغير في شكلها وهي شايفه نفسها مش جميله. تعمل ايه؟ هي زي ما بان في الدراما ان الجمال جمال اللي جوه. يعني ياما بنشوف ناس ما هماش على قدر عالي من الجمال، لكن الجمال اللي جوه بيطفو على الصوره لدرجه ان انت ما بتقعدي مع الشخص في خلال دقائق بسيطه بتحسي ان هو جميل جدا، والصوره الخارجيه بتتغطى بالصوره الصوره الخارجيه بتتغطى بالصوره الداخليه. جمال الروح هو الاهم. لكن حضرتك ضد وانا عملية بلوم، التجميل؟ لا انا مش ضد عمليه التجميل، بس حسب الاحتياج. يعني مش غلط ان انا الجا لعمليه تجميل، بس مش بطريقه عشوائيه. مش اسمع ان واحده عملت عمليه في مناخيرها اجري اغير مناخيري، واحده شدت وشها تقول اصل في عندي خط هنا. بشوف ناس كتير عندي خط صغير هنا، هتعملي له عمليه تجميل؟ لا طبعا ما ينفعش. واحده عملت شفط دهون تجري واحده الاقيها جايه تقول لي ما انا عندي بطن وهي ما عندهاش، عندها حاجه بسيطه تقول لي اعمل شفط. ازاي؟ مش كل حاجه بسمعها اجري اعملها. الجمال جمال داخلي، والجمال الواحد ممكن قوي بتاتش بسيطه وبلمسات بسيطه يظهر جماله بطريقه حلوه. يعني اتعلم البس صح والبس حلو، اتعلم ابقى منسقه ونظيفه في مظهري، ده كل ده جمال. ادي حب لولادي، ده هيدي جمال كبير قوي. يعني اكتر حاجه بتدي جمال للانسان الحب اللي بيقدر يديه للناس التانيه. دكتوره منى، طبعا في نهايه حلقتنا انا بشكر حضرتك جدا على الحلقه الجميله دي، انا استمتعت جدا بالكلام مع حضرتك. اشكرك يا ماجده، وانا كمان استمتعت بيكم. احبائي المشاهدين، سعدنا جدا بلقائكم، ويا رب نكون اسعدناكم وبكلامنا عن جمال المراه افدناكم. الحلقه الجايه جايين وبلؤلؤه غاليه متواصلين، يا رب تكونوا منتظرين برنامجكم امراه فاضله.